وبصفة الضامن لاستقلال البلاد ولوحدته الترابية، فإن من واجبه تحديد المفاهيم والمسؤوليات في التعامل مع الأمم المتحدة، والتعبير عن رفض المغرب للمغالطات والانزلاقات التي تعرفها هذه القضية. وتأكيدا لموقف المغرب بهذا الشأن أقول: لا لمحاولة تغيير طبيعة هذا النزاع الجهوي وتقديمه على أنه مسألة تصفية الاستعمار، فالمغرب في صحرائه لم يكن أبدا قوة محتلة أو سلطة إدارية، بل يمارس صلاحياته السيادية على أرضه، لا لأي محاولة لمراجعة مبادئ ومعايير التفاوض، ولأي محاولة لإعادة النظر في مهام المينيوكسو أو توسيعها، بما في ذلك مسألة مراقبة حقوق الإنسان.